من هم الذين كذبوا ودخلوا الجنة؟ الذين كذبوا ودخلوا الجنة. سؤال سهل. الذين كذبوا ودخلوا الجنة. أنا كنت فاكرة السؤال بس نسيت. نسيت. الذين كذبوا، الذين كذبوا ودخلوا الجنة. هم إخوة نبي وأبناء نبي. إخوة يوسف. إخوة يوسف صح؟ عليه السلام. عليه السلام. إخوة يوسف. أبناء مين؟ ابناء يعقوب. عايزين نعرف منك ما هو المقصود بالصلاة الوسطى؟ المقصود بالصلاة الوسطى صلاة العصر تقريبا. المغرب. صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. متأكدة؟ متأكدة إن شاء الله. متأكدة أوي. صلاة العصر إن شاء الله. من هو النبي التي كانت تسبح معه الجبال والطير؟ سيدنا سليمان. يونس. دي بس دي حعرف إن شاء الله. اللي كانت بيسبح معه سيدنا داود. سيدنا داود؟ داود صح؟ لا أنت اللي تقولي صح ولا غلط؟ سيدنا داود. سيدنا داود. متأكدة؟ إن شاء الله. إن شاء الله؟ إن شاء الله. متأكدة ولا نص نص؟ إن شاء الله سيدنا داود. إن شاء الله. إن شاء الله. نراجع مع بعض. قلنا المقصود بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر إن شاء الله. من هم الذين كذبوا ودخلوا الجنة؟ هم إخوة يوسف. إخوة يوسف. من هو النبي التي كانت تسبح معه الجبال والطير؟ سيدنا داود. سيدنا داود. وبرافو عليك انت، ما شاء الله عليك، انت كسبت معايا ودي هديتك. مبروك عليك. الله يبارك فيك. الله اخذ الصندوق ولا كده؟ احنا قلنا من هم الذين كذبوا ودخلوا الجنة بس ما وضحناش. تعرفي هم ليه كذبوا او كذبوا في ايه ودخلوا الجنة ازاي؟ هم كذبوا لما كان اخذوا اخوهم وكذبوا لابوهم، فراحوا ضيعوا سيدنا يوسف. لما المرة الثانية راحوا عشان يكيلوا البضاعة، فالمرة الثانية لما يكيلوا البضاعة خدوا له ابن الصغير الثاني اللي هو اسمه، أنا بس مش فاكرة اسمه، أخوي يوسف الصغير. للمرة الثانية لما هو قال لهم سيدنا يعقوب أدوني موثقا من الله، يعني أنا ما حاثق فيكم، كذبوا للمرة الثانية. لما عرفوا الكذبة، لما ضيعوا الابن الثاني الصغير، لما جوا راجعين عايزين يوفوا الكيل والبضاعة ما نجحت معاهم، فعرفوا قالوا عايزين يوفوا الكيل عشان يتصدقوا، فقام قال لهم، فعرفوا هم إخوة يوسف، فاحترفوا بذنبهم وآتوا بأبوهم وربنا غفر لهم عشان احترفوا في الآخر بذنبهم. يعني الله عليك، انت قلت قصة سيدنا يوسف كلها. الحمد لله. سؤالنا للجمهور، ما هي أقصر سورة في القرآن الكريم؟ تعرفي ما هي أقصر سورة في القرآن الكريم؟ الكوثر. ليه؟ تعرفي أقصر سورة في القرآن الكريم؟ إن شاء الله. قولها لي بس مش هنقولها للجمهور. هستناكم تجاوبوا لنا في الكومنتات.